شُفت بزاف د الناس ما عجبهمش الحال من واحد التصريح ديال يونس العناوي اللي هو الأب ديال نايل العناوي في واحد الجريدة أو صحيفة فرنسية، واللي كان على شكل حوار. وفي هذا الحوار كيقول بأن نايل العناوي اللي هو ولدو كان باغي يختار فرنسا وما عيطولوش، وبالتالي ما بقاش عنده شي خيار من غير المغرب. واش المؤاخذة هنايا على هذه الجريدة الفرنسية اللي تعمدت انها تسرب هذا الخبر في هذه الظرفيه هذه ديال كاس العالم، اولا داكشي اللي قال يونس العناوي اللي ما عجبناش حنا كمغاربه. وكما كتشوفوا عاوتاني نفس الشيء مع حكيمي، حتى هو في هذه الظرفيه غادي يخرجوا هذا الحكم. ولكن هذا الشيء مساله عاديه وحريه شخصيه. نايل العناوي من ام فرنسيه، يعني عنده الجنسيه المغربيه وعنده الجنسيه الفرنسيه. دونك هو باش اذا هو باش يختار شكون يمثل كتبقى له الحريه الكامله الكشافه اكتشفوا واحد الموهبه كيقترحوا على رئيس ديال الجامعه بان كاين واحد اللاعب في الدوله الفلانيه كيلعب مزيان. الرئيس ديال الجامعه كينتقل من عند الملاعبي كيتفاوض معاه ولا كيحط له واحد العرض، اذا اقتنع بالمشروع كيلعب لصالح المغرب، ما اقتنعش ما كيلعبش. ونفس الشيء مع يامال، الركراكي مشى عنده قال له خصك تلعب مع الفيزيان. واش غتقنع واحد الملاعب اللي عالمي اللي عنده مواصفات عالميه انه يجي يلعب مع الفيزيان وهو عندي 18 عام وكيلعب في المنتخب؟ وبالنسبه لي اللي كرأي شخصي عنده الحق يخسر سواء المنتخب الفرنسي او المنتخب المغربي، وله الصلاحيه الكامله. غير هو هذه القتاليه وهذه الروح الوطنيه اللي كتشوفها في الملعب، فحتى الا كان عندك شي شك فكتقتنع به كملاعب في وسط الميدان. وتا الصحه ديال ديك الجريده ما عرفتش صراحه، حيت يمكن بزاف د الحوايج زادوا فيه.